عليكم ورحمه الله وبركاته. هتفرجوا معايا يا جماعه على الفيديو ده. الست دي راحت الكعبه، ربنا رزقها بزياره الكعبه وراحت هناك. من الفرحه اللي هي فيها قعدت ترقص. في حد صورها ونزل الصور على التيك توك. طبعا الدنيا قامت وما قعدتش، وطبعا كله بيسعى للمشاهدات من غير ما حد يتاكد ومن غير ما حد يشوف ايه الحكايه بالظبط عشان ما يظلمش حد. وانا كنت واحده من الناس دي، لاني انا حد بعت لي الفيديو وعليه موسيقى وقال ان هي بترقص على التيك توك وفاتحه لايف على التيك توك وكده. بس انا يعني في ناس اكدت لي ان المعلومه دي غلط، وان الست دي من افريقيا وهي بترقص من الفرحه بتاعتها، وما حد شافها كده كانت بترقص فحد جه صورها ونزل الفيديو على اساس ان دي حاجه ظاهره غريبه حصلت في الكعبه، ان ما حدش طبعا بيرقص بالطريقه دي او كده، بس هي من اسلوبها او تفكيرها او عقلها من الفرحه بتاعتها. وطبعا كل واحد وعلى حسب عقله وعلى حسب مقدار فرحته. المكان هناك بياخد العقل. اي حد هيروح هناك مش هيقدر يسيطر على نفسه ويقدر يشوف المنظر والهيبه والجلاله بتاعت الكعبه. في ناس ممكن، يعني انا واحده من الناس ما بيكلموني قلت لهم انا عن نفسي هسجد في الارض وهشكر ربنا ان انا رزقني بالكعبه. لو ربنا اراد وكتبها لي، ويا رب ادعوا لي ان ربنا يكتبها لي ويكتبها لكل مشتاق. في ناس تانية ممكن تعمل زيها، في ناس تانية ممكن تقف وتتصدم من الهاله العظيمه اللي هي هتشوفها. فطبعا هي حول الله هي عبرت باسلوبها، هي وقفت ترقص. وطبعا هناك برضو نفس الناس اللي هنا نفس الناس اللي هناك ما بتصدق تصطاد في الميه العكره، وحد صورها وفي ثانيه راح منزلها وانتشرت وبقت هي الترند. يعني هي دلوقتي الترند على المواقع كلها، على جميع المواقع، وكله بيتكلم عنها. السيده اللي هي مش عارفه قيمه الكعبه وبتستهتر بقيمه الكعبه، والحمد لله يعني ان ربنا جعلني سبب ان انا ادافع عنها، لان دي نيتها عند ربنا. لو دي مش نيتها فعلا صادقه واللي هي عملته ده فرحه منها، ما كانش ربنا سبب لها حد ان يبين الحقيقه ويشيل الكلام اللي بيتقال عنها الغلط. لكن لو هي فعلا كان نيتها الرقص والمشاهدات وهي اللي مصوره وهي اللي منزله على التيك توك وكانت فاتحه عليه فعلا زي ما بيقولوا، ما كانش ربنا دافع عنها ابدا، وما كانش ربنا وقف لها اي حد. فيا جماعه الفيديو، اي حد منكم هيشوف الفيديو بتاعي ده يعرف ويتاكد لو شاف الست دي على اي موقع تاني واي حد بيتكلم عليها يدافع عنها ويكتب ويخش في التعليقات كده ويتكلم كده بقلب جامد. والست دي يا جماعه ما كانتش بترقص، ما كانتش فاتحه لايف، وما كانتش قصدها الرقص وقصدها المشاهدات. الست دي من فرحتها ومن منظر الهيبه بتاعت الكعبه ما قدرش تمسك نفسها ومن فرحتها. وطبعا ربنا يكتبها لكل مشتاق وكل محتاج يا رب، وانا من وسطكم، وادعوا لي وربنا يفرج عنكم كل كرب، وربنا يسعد الجميع وينولها للجميع يا رب. اللهم امين. قولوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم في اللي انا بقوله، وايه رايكم في اللي نازل عنها في جميع المواقع. انا مسحت الفيديو اللي انا كنت عاملاه وجددته تاني وعملت غيره خالص وسبته بعد ما جاب مشاهدات وجاب تعليقات وكل حاجه. والله ما مسحته واحتسبته عند ربنا ان انا ابين الحق عن الست دي وارفع الظلم عنها، وربنا يسبب لي يدافع عني ويرفع عني الظلم لو اتظلمت. هسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.